متابعي كورة بلس من كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من سوشيال بلس. هنشارك فيها معاكم ابرز واهم الاحداث والترندات اللي قدرت انها تتصدر منصات التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، واللي كان ابرزها طبعا هو فوز انتر ميلان امبارح على اي سي ميلان في ديربي الغضب. انتر ميلان قدر ان هو يتصدر عدد كبير جدا من منصات التواصل الاجتماعي، ولكن كان ابرزهم هو موقع اكس، واتخطت عدد التويتات اللي اتكتبت عن انتر ميلان لحد دلوقتي اكتر من 31 الف تويتر. خليني اقول لكم ان انتر ميلان امبارح قدر ان هو يفوز على اي سي ميلان بثنائيه مقابل هدف وحيد، وبكده يكون انتر ميلان وصل للفوز السادس على التوالي في ديربي الغضب قدام اي سي ميلان. خليني اقول لكم كمان ان انتر ميلان قدر ان هو يرفع عدد مرات فوزه قدام اي سي ميلان ل 85 مباراه خلال 223 مباراه لعبهم الفريقين قدام بعض. وكمان اخر مره قدر فيها اي سي ميلان ان هو يفوز على انتر ميلان كانت في سبتمبر لسنه 2022. ده طبعا كان خلال الجوله الخامسه من منافسات الدوري الايطالي. خليني اقول لكم ان انتر ميلان مش بس قدر ان هو يزود مرات فوزه قدام اي سي ميلان، لكنه كمان قدر امبارح بعد فوزه ان هو يحسم لقب بطل الدوري، ونشر الحساب الرسمي لموقع اكس صوره بيحتفل فيها بالانجاز اللي حققه انتر ميلان، وكتب خلالها: نحن ابطال ايطاليا. كمان انتر ميلان قدر ان هو يحسم اللقب قبل انتهاء الموسم ب5 جولات، وده طبعا برصيد 86 نقطه، في حين ان اي سي ميلان بيتواجد في المركز الثاني برصيد 69 نقطه. خليني اقول لكم كمان ان انتر ميلان يعتبر بيعود لمنصه التتويج من جديد، ده طبعا بعد غياب 3 سنوات. اخر مره توج فيها انتر ميلان كان في موسم 2020-2021. خلينا ننتقل معاكم بقى لانجاز تاني قدر انتر ميلان ان هو يحققه، وهو حصوله على النجمه الثانيه بعد ما وصل للقب الدوري رقم 20. طبعا معروف ان الانديه الايطاليه بعد ما بتحصد 10 القاب من الدوري الايطالي ان هم بيحصلوا على النجمه. ونشر الحساب الرسمي الموقع نشر الحساب الرسمي لنادي انتر ميلان صوره ولقطات من تعليق النجمه الثانيه على المقر الرئيسي للنادي في ايطاليا. خليني اقول لكم كمان ان نادي يوفنتوس يعتبر هو اكتر نادي تتويج ببطوله الدوري الايطالي، ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على موقع اكس تهنئه لانتر ميلان بعد فوزه وتتويجه بالامس، وكتب خلالها: مبروك لانتر ميلان التتويج بالدوري الايطالي. دي كانت ابرز واهم الاحداث اللي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، لكن استنونا في حلقات تانية جايه من سوشيال بلس.